بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نقدم لكم البنات طريقة تاع البربوشة اللي نديروها في العراس. واش هو ندير كيلو بربوشة وانتم كثروا. دوك نقول لكم المقادير تاع العرس تاع الجموع قداه. وهنا اليوم غدا كوموند تاع مرا فرد الصحن بغاتو خدامة عندها يكون ضيوف قالت لي ديري لي كيلو الغدا. عندنا الاول ساعة البصلة كيلو واش نديرو له زوج بصلات ثوم كثروا. واليوم انا ما عنديش الثوم تاع الغبره، هي البربوشه راني ندير لها حتى الثوم تاع الغبره اليابسه المرحيه هذيك اللي تجيبها بنينه. انا راني ما ندير لا فلافل لا كحوليه لا تخوخ. بربوشتي تاع العرس بالبصله والثوم والغبره. الثوم بودره، هذاك الثوم البودره يكون مليح، ماشي الثوم هذاك اللي قاعد كيسيمه ابيض كيسيمه، لا لقاو الثوم مرحي هو خشين شويه صفر يهبل هذاك. طح البركه ان شاء الله. هاني قلت لكم البربوشه ولازم لها الثوم قباله بزاف الثوم وما دير لا طعمه لا ولا تقولوا يدير طعمه تاع الثوم ولا يولي مثوم ولا. هذه هي اللغز تاع البربوشه اللي تجيكم بنينه تاع العرس، الثوم والبصل. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي البصله باش كي ترحى كيما هكا ما تروحش من بعد تخرج كي تصفاو تروح فساد، تجيكم البصله بعدها الصوص تجيكم بنينه. منها البصله دواء وثوم، هاهم فيتامينات دواء على الكيف كلش. ومنها مش نديروا هذوك الفلافل تاع الكحوليه وتخوخوا ويغزغزوا وتولي البربوشه كحله. الفلافل نديروهم في البربوشه الحمراء، صح ندير البربوشه الحمراء خاطر نصفيوها بالكسكاس فرات، بصح هذه تصفها بطريقه واحده. كنت نعطيكم كيف تصفها البربوشه البيض. هاو الملح البنات لازم البربوشه تجي مالحه على صوص تاعها، بصح نقصوا الملح في البربوشه. كاين اخرين يملحوا البربوشه كيعودوا يعاودوا فيها وينساو بلي لاصوص هو اللي تملح مليح باش يجي اللحم بنين. ها شوفوا مليح البنات، ماء هاو الماء ما نخليه وما نضلوا نحركوا. هاي طريقتي تاع البربوشه والله، هذه هي اللي نديرها في العراس. وثاني لي كلا بربوشتي كل او على بالو واش طعمه تاع البربوشه تاعي. ها نروحوها كبار في بارد ما تقليو. الناس يظلوا يذبلوا ويظلوا يرنخوا ويظلوا يحركوا. وشوفوا راني قداه هاو الفيسبوك تاعي يشهد قداه البربوشه درتها اللي ذوقها تحفه. وثاني بربوشتي انا ندير فيها زهومات، لا ندير فيها سمن والله من دون ما نسمغ. حتى كي نسمغ بالزبده طبيعيه تاع البقر، على الاقل واحد كي ياكل لقمه على صح. شوفوا مليح البنات الزيت هكا وياسر. ها شوفوا الزيت وتجي بنينه احسن هكا تاع العرس ندير فيها فنجان. هذه الطريقه تاع دار تاع كيلو برك. وفرعوها نتوما تسمى تحب دير وحده للضياف تزود الماء تزود مثلا الملح تزود كل شيء. وهذه هي الطريقه تاع البربوشه اللي نصبوها ها في العرس. ها ثاني وشي هو تعتمد على البصله والثوم. البصله والثوم لازم يكونوا ياسر، وسرتو الثوم تاع الغبره. شوفوا مليح شوفوا مليح بسم الله. ها خلوها تغلي وديروا لها من الاول بعد الماء زايد. الكوكوط كتقفلوها اي طفله سيرتو البنات عندكم الكوكوط راه ما فيهاش تمسخير. الكوكوط كي تغلي دركا هاي تغلي لوحوا لها الحمص. هاو الحمص دركا الحمص رنختو البارح وشليتو. ها لوحوه كي تغلي الكوكوط نخليوها دوكا قاويه هي تغلي قد الكوكوط. احنا نقصوا لها خلاص ونلوحوا الصفاره نتاعها. هاكم على بالكم اللحم على قداه ما ظلوش تحلوا تربطوا نص ساعه هكاك. حلوا اللحم الاحمر نتاع الدجاج درجين سيرتو لي نوكس كيما هكا 4 ساعات تلقوه تربز. لكم التفوار تاع البربوشه زواج. دوك ننظموا القصعه تاعنا مليح باش ما يكونش فيها الماء. بسم الله. دوكا حنا كيلو بربوشه. انا موف ندير سفينه ما نكذبش عليكم رقيقه. ما قاليش ولدي سفينه حذانه درت من عمر خشينه شوي. هي سفينه ديروا سفينه رقيقه تجيكم تهب.
ندوروها في الزيت كيما هكا. شوفوا راهي بالزيت، هاي مدهونه بالزيت، ما درنالهاش الماء. ركزوا البنات، بالزيت ولحوها تفور وشويه ملح، شويه برك الملح الكبير لحوه في لاصوص. دركا هاي فارت بالزيت فرات. تبعوا البنات، اني نهضر لكم بلا عقل ونتبعكم. تبعوا طاطاكم درك، شوفوا كلش ديروه ساهل. تعلموا اللي بغات تزوج، اللي بغات لحناها بالزيت وشويه ملح تفور. ودركا بعد ما فارت في الزيت انا ما درنالهاش الماء، فارت في الزيت نحو لها هاد ناخذها شويه برك هكا. شوفوا معايا مليح درك، نصبوا لها هكا. لازم الماء يقيس النواحي الكل، ما يبقاش بلاصه شايحه. ها هكا وخليوها تنزل على الاقل درجين. دركا هذه هي غلات البربوشه تاعنا. ما عندناش الثوم تاع الغبره، ما درت البصله ثوم. انا ما نديروش الفلافل في البربوشه البيضاء، احنا ما نديروش. ركزوا دوكا كوكوطه غلات البنات. ركزوا البنات اللي حيتعلموا جدد، هاي غلات ما نلحوش الصفاره حتى نقصوا. ها خلاص ولحوا لها الصفاره وخليوها. بعد ما شربت الماء نتاعها حنا لها الماء وشربتها. هاي شوفوا كيف تجي مليح كي يديروها بالزيت على الاول. ها خلي لو كاني ما صورتش اللقطه هذه على الاول عاودتها لكم. اللي يدير بربوشه ياسر تاع زغبه تاع دار نورمال، اللي عندها ضياف دير باش ما يظلش يلصق في الكاس وتظل تحل برما وتقفل. احنا هكا نديرو في العراس. ها خمار نظيف مشري ما يبقاش الا البربوشه، ولا نصفيو به. من بعد كنا نعطيكم باش نصفيو، ما تروحوش ديروا به تخدموا به هكا ولا هكا ومن بعد ديروه للطعام. هذا يتخبى ديريكت للطعام. ها شوفوا كي تجيو تحطوها كيفاه تهزوا هكا. ها تنفضوها في الامان. ها دوكا فارتو كي درنا لها الماء نزيدو لها. ها شويه المره هذه ما تكسروش، هاي كفايه خاطر مشمخه في الماء. من بعد تولي لكم طعمه العجينه ما تجيكمش بربوشه. كاينه الناس كيعاودوا البربوشه نذوقها نلقاها محسرمه خلاص كي الرمل، ولا نلقاها مرنخه كيما العصيده. هذا بكل على جال الماء كتكسروه درك كتلوحوا. الاول نورمال، الاول كي بعد ما ديروا لها الزيت وتفور نورمال كسروا لها الماء مسح درك قطره. ها القطره هذه ومن بعد تولي تجي تطلق. ها ودرك نزيدو لها تفور. كي تفور نزيدو نحطوها درك نزيدو نقولكم كيفاش. دوكا درنا لها شويه ماء شويه فنجان برك ولحوها تفور. دركا ها حطيناها درك نزيدو لها رشه خفيفه. انا قلت لكم ما تكثروش هيك فرات. ودوكا اللي عنده الزبده كيديروا لها المره هذه الاخيره، اللي عنده الزبده يلوح لها مخ الزبده قبل مليح. انا ما نديرش الزبده لداري ما نقدرش، والمره اللي بغات غدا كوموند قالت لي ما ديريش الزبده. اللي عندها الزبده تاع البقر ولا الاخرى تحب دير الاخرى هي حره. تلوح نص مغرف تاع ماكله مش كثر. هنا بعد تلوح هذاك وترجعها تفور تجيكم تحفه، تجيكم مسفوف. هذه هي خدمه البربوشه اللي نعاودوها في العرس. دوكا نلوحوها هنا المره الاخرى باش تعودوا تعرفوا بكم بعد كيفاش نحيها. نلوحوها هنا ونحركوها مع شويه تحت الماء ونلوحوها تفور. كي تفور تنزل لكم كي المسفوف. من بعد ديروا لها دوك نعطيكم على الاخر كيفاش ديروا لها. خلاص ها وهاي الدور لاباس عليها بالهدوء، ما تخافوا تفلق لا والو. سيرتو لاصوص الابيض وساعات يفيض. هاي ناقصه اخر، وهاي الدور بلا قلتوا تلقوها طايبه زبده. البنات دركا كملناها البربوشه صايك. هذه سما درنا لها 3 مرات. اخي نعطي لكم طريقه على الاول. دركا لازم تكون نديروا لها هكا كشتا داركم كشتا الدار، مش محتم غير العرس ولا العرضه ولا. دركا نديروا لها كيما هكا دوك تشوفوا واش نحي منها.
باش تاكلوا بربوشه قبالها، بربوشه صح تاع الحراير. درك هذا كيلو هاو، الله يبارك، هاكا اللي يمشي يدير له حتى 3 صحون. وعند الناس تما اللي عنده العيله هاو لازم يا ربي للعرس هاو 25 35 جماعه يديروا لها 10 كيلو، خاطر معاهم اللي بلا زايدين باش ما تبقاش البربوشه طيش. شوفوا مليح واش نحيو منها. ها هذه اللي يحب ما يطيشهاش من بعد يديرها بالحليب للولاد، يدير لها الحليب يديرها للولاد نورمال، تحل تولي ما تحلينا حنا. ها شوفوا كيف تبقى لكم البربوشه نظيفه. دركا البنات هاي كامل دركا السقو، احنا نصفيو ونعطي لكم الطريقه اللي تخدموها تاع الضياف نتاع الدار. احنا كلها يلا نبشولو. المهم خاطر ما دوكا الناس في الغيم تجي ضيفه تتغدى قدام مره ونلاحظ كاين بنات مساكن مازالوا ما خرجوش مليح، تروح تقول لهم البصله جبتها هكاك حيه ناكل فيها، ناكل ونقي في البصله في فمي. شوفوا البنات مليح كي تصفيو بالخمار، شوفوا واش نحيو وتفرجوا مليح واش نحيو. ها شوفوا واش نحيو، شوف نديروا له هكا قبالها باش يكثر السقو كل. ها او سخون عليه شوي. شوفوا البنات، شوف هذه كل بصله. ها شوف بصله وتخوخ، تخرج البربوشه تاعكم تحب البيضه الحمراء هي من بكري فيها التخوخ. دركا بعد ما صفيناها دركا اللي عندها شافت لاصوص تاعها نقش شوي باش نعطي لكم كلش بالتوضيح. اللي شافت لاصوص تاعها نقش شوي عندها ضياف تزيد شويه ماء او ما كان ولا يجي ماسطه لا والو. ها الفلفل نلوحو فيها الفلفل نرجعوها تغلي غير ونحطوه. هاي البربوشه بعد ما كملت خفيفه كي البونج، خفيفه تهبل ثاني. ها تكل حتى بلا سقو. بالصحه ان شاء الله والهنا ان شاء الله.